صباح الخير متابعين الكرام، جمعة مباركة. في هذا الفيديو القصير نظرا لارتفاع أسعار الديزل، بعض الناس بيحول يعني المكبس كهرباء. عشان ايش؟ عشان الجدوى الاقتصادية وعشان اشياء اخرى. فلذلك مع ارتفاع الديزل بتضطر الى خيارين: اما يعني تسكر اوقات معينة، وهذا ما ينفع، يأثر على الشغل، يجي العميل والمحل مسكر او ما يحصل ملابس او عنده دوام عنده شيء، تمام. او انك تضغط الشغل في وقت قصير، يعني تستعجل في الكوي وكذا يطلع الثوب ما هو مضبوط. فلذلك بعض الناس بيحول كهرباء. فالكهرباء معاك عدة احجام. اقصى شيء 9 سخانات. 9 سخانات هذا شغل مكبسين ونشافة. فالعيب فيه انه البولر يكون قريب او يكون في الداخل، وهذا خطر. يعني اذا حصلت له مكان مناسب او قدرت يعني تشغله بمفتاح كهربائي، يكون عندك المفتاح والبولر في الخلف او كذا افضل، لانه سمعنا عن بولر انفجر او شيء، يكون يعني ضغط عليه وهو سعته قليلة. المهم تاخذ استشاري او مهندس او شخص فاهم يشير عليك حسب حاجتك. اذا كان عندك ضغط عمل او كان شغلك خفيف او كان عندك كذا، اذا بتشغل يعني مكبس او مكبسين او نشاف. بعض الناس بيستمر على الديزل، احنا حاليا مستمرين على الديزل، وان شاء الله تزين الامور. وبعض الناس بيحول كهرباء، لكن حاليا مستمرين على الديزل. لكن ان كان هناك تغير يعني بنحول كهرباء ان شاء الله بأقرب فرصة. وفي فيديوهات في القناة ممكنكم ترجعوا لها، قربنا مكبس كهرباء وكوينا فيه كان بعض الملاحظات. لكن يمشي الشغل كل ما كان سعته أكبر كل ما كان يعني كويس. وكمان العميل ما بيتحمل رفع سعر الكوي أو غيره بسبب ارتفاع الديزل. فلذلك حاليا اللي بيستمر على الديزل تمام. اللي بيحول كهرباء يشوف السعة المناسبة حسب استخدامه وحسب ضغط الشغل اللي عنده، حسب معه مكبس أو 2 أو 3 أو كم. طبعا بتغير البولر فقط، المكبس يظل نفس المكبس. البولر بتلغي بولر الديزل وتغير بولر كهرباء، لكن المكبس الداخلي اللي تكوي فيه يظل كما هو. وبتشوف بعدين الفرق، يعني ان فاتورة الكهرباء اعتقد انا ما توصل لنفس قيمة الديزل. اكيد انه بتطلع يعني اقل من فاتورة الديزل او تنقص عنها قليلا، في توفير اكيد، بس العبرة من حيث الانجاز ومن حيث الامان. المهم في فيديوهات بالقناة تقدروا ترجعوا لها وتسألوا اكثر من شخص اللي قد جربوا مكبس كهرباء، تعطونا رأيكم في التعليقات واستفسارات نرد عليها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.